هذا اجمل وارتب مطبخ شفته. منين ابلش لكم ومنين ابدي؟ جمال الطلبيه كلش مرتب ونازك، اكل ايراني وافغاني واكيد الشرقي. يلا تعالوا نتعرف على الاطباق اللي طلبتها. شوفوا لي جمال البوكس، هذه اكله افغانيه مشهوره شبيهه البرياني باللحم، تتخيلون ادمنت على طعم هاي الاكله، وضروري افلس اللحم بيدي وادلل روحي. تقييمي هاي الاكله 10 من 10، فاكيد الخاشوقه من تنفعني كملت اكل بيدي. شنو تتوقعون بالبوكس الثاني؟ اطيب اكله ايرانيه ما هيك لحم. ايش قد نسبه حبكم لهذا الطبق؟ انا احد عشاق تمن الباقله، كلش كانوا مبدعين بشغلهم، عاشت الايادي. تقييمي لاستواء اللحم جدا عالي. بوكس بهذا الترتيب والجمال، دجاج على تمن ابيض اضافه للزركش مع قوطيه بيبسي ومقبلاتها، كان طعمه فتشي خرافي. البوكسات اللي تشوفوها كلش تنفعكم للمناسبات. اكله ايرانيه تشلو كباب او كباب على التمن، استواء الكباب يذوب بالحرق كلش طيب. هذا البوكس يجي اجنحه على التمن بهاي الصوره، كلش حبيت هذا البوكس. وهذا البوكس الاخير تكه دجاج على التمن. بصراحه اول مطبخ بكربلاء يشتغل بهذا الترتيب والنزاكه. تقييمي لكل الوجبات اللي مسويها تقييم عالي، وموفرين خدمه التوصيل لكل احياء كربلاء، واكيد راح ادليكم عنوان المطبخ وين. اذا حبيتوا تزورون مطبخ زعفران عنوانهم كربلاء حول مستشفى الكفيل، مباشره اول ما تعبرون مستشفى الكفيل مجاور جسر المشاة بهذا المكان. لا تنسون اللايك واشتراك حتى يوصلكم كل شيء جديد بحسابي. تحياتي.